سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم حبيباتي جبت لكم الديسباسيتو ولا تحليه رمضان اللي تجي بزاف بنينه بزاف هايله شابه بنا شكلا مذاقا كيما حبيتوا البنات كيما تجيكم كيما واضحه معكم خياتي في الفيديو. الطبقه التحتانيه كيكه مشربه تري بيان مع الكريمه الفوقانيه اللي تجي ولا اروع. ما نطولش على حبيباتي، نروحوا مباشره للوصفه وطريقه التحضير. حبيباتي في الاول واش عندي زوج حبيبات تاع البيض اللي كنت حطيتهم هكا في الريسيبيون. هنا البنات انا راني حنستعمل البيتران يعني الباتور كيما قلت لكم قالها خسر لي الباتور، راني حنستعمل البيتران. نتوما استعملوا غير الباتور. نزيد لهم القرصه تاع الملح اللي ضروريه البنات، نص كاس تاع السكر اللي حنضيفو بشويه ونبدا نخلط حتى نكملوا كميه السكر تاعنا. حبيباتي كي نشوف البيض تاعي دوبل الفوليوم تاعو نبدا نزيد له الحليب كيف غير بشويه حتى نكملوا كامل الكميه اللي هي نص كاس تاع حليب. درنا نص كاس تاع السكر ودوكا زدنا نص كاس تاع حليب ونخلوه يتخلط مع تري بيان. نزيد عليهم 3 مغارف كبار تاع الزيت، فوالا نضيفو كيما الاولين غير بشويه ونخلوها تخلطنا تري بيان. هنا بعد ما كملت السوائل تاوعي نجوز للنواشف. انا حبيباتي النواشف شني حنزيد كاس تاع فرينه، الكاس اللي كنا نعبروا به الاول الكاس اللي كامل نعرفوه. نزيد كاس تاع فرينه نغربلهم الداخل، نزيد عليهم مغرف كبيره تاع الكاكاو كيما راكم تشوفوا تكون بيان بومبي، ونزيدو كيس تاع خميره كيميائيه. يعني النواشف تاعنا كامل لازم نغربلوهم باش نتفاداو من الشوائب هذوك اللي يجوا في الفرينه والحبيبات تاع الكاكاو. هنا نغربل هادوما. بعد ما درت النواشف ما نخليش الباتور ولا البيتران تاعنا يضرب بزاف، يعني غير لو فات اللي نشوفوها بسرعه صغيره نديرو السرعه القليله كامل. لو فات اللي نشوفو النواشف تخلطوا نحبسو. بسم الله. هنا سي بون الخليط تاعنا راهو تخلطنا تري بيان، يعني كميه النواشف ما ولاتش باينه معنا في الريسيبيون. هنا نحي البيتران تاعي السيرسو اللي حنخدم فيه البنات كيما كتشوفوا القطر تاعو 24 سنتيمتر. هنا كنت فرشت لو بابي كويسون ودرت لو بابي الومنيوم وراني حنحط الخليط تاعنا. فوالا شوفوا القوام البنات تاع الخليط ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش ثقيل باش الكيكه تاعنا تجينا خفيفه تجينا اسفنجيه كيما نقولوا، ما تجيش مدكسه وثقيله. هنا نهبط كامل هذا الخليط تاعي. نخبطوا هكا الصينيه تاعنا باش يتساوى لنا شويه، جهه طالعه على جهه، فوالا بهذه الطريقه. وندخلوها للفرن اللي كي بديت الوصفه تاعي البنات شعلته على 170 درجه. نخلوه هكا كي نكملوا الوصفه ندخلوه مباشره يطيب، ما يطولش معنا البنات. نعسوه كي نشوفوا نشفت يعني ندخلوا كوردون ولا راس تاع الموس، عفوا نغلق العين ولا نصيبوا راس تاع الموس ولا كوردون تاعنا ناشف، يعني سي بون الوصفه تاعنا ولا الكيكه تاعنا راهي جاهزه. هنا حبيباتي بعد ما طابت لي الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تجي خفيفه اسفنجيه وتجي طالعه. هنا راني حنشربها بشويه تاع كونديا شوكو. هنا شربوها باش حبيتوا تشربوها بالحليب ولا بالحليب بالفانيلا ولا الحليب بالنسكافيه كيما حبيتوا. انا هنا درت لها شويه تاع كونديا شوكو، يعني حنشربها هكا به حوالي كاس يعني علبه صغيره هذيك، ونخليها تتشرب لي كامل هذه الكميه وتبرد معايا ونجوزو كيف نحضروا الكريمه تاعنا. حبيباتي نجوزو للكريمه تاعنا، كريمه بزاف بنينه البنات. واش نسحقوا فيها كاس تاع بودره الشونتيي اللي راني حنضيف عليه كاس تاع حليب البنات بيان سور يكون بارد تري بيان، يعني يكون بدا حايط كلاصه باش نضمنوا بلي الكريمه تاعنا تطلع لنا بطريقه مليحه. هنا نخلط شويه لا شونتيي تاعي. هنا حبيباتي بعد ما طلعت الشونتي تاعي تري بيان لازم نطلعوها تري بيان. دوبت لها 100 غرام تاع الشوكولا. البنات لازم كي ندوبوا الشوكولا نخلو لها تدفى شويه باش ما نرموهاش مباشره على لا كريم شونتي تعاود تهبطها لنا، يعني نخلوها تدفى لنا شويه باش نخلطوها مع لا شونتي تاعنا.
كما حبيتوا شوكولا اولي ولا شوكولا بالحليب، اليكم الاختيار. انا هنا للامانه استعملت شوكولا اولي، ولي تحب تكاسي الحلاوه تستعمل شوكولا نوار، يعني باش تجينا هذيك المروريه شويه نكاسيو بها الحلاوه. يعني هذه مساله اذواق، كل وحده والذوق تاعها. حنزيد لها حبيباتي، حنزيد لها علبه تاع فروماج ريجيم ولا بتي سويس، كل واحد كيفاش يسميه، يعني الجبن الطازج الطبيعي. نزيدوا لها علبه اللي تكون بارده البنات من الافضل، باش كيف ما تعاودش تخسرنا العمليه اللي درناها في الاول. هنا نهبط هاد العلبه تاع بتي سويس، ونكمل نخلط كامل هاد المكونات كيف حبيباتي. هاي لك الكريمه اللي نتحصلوا عليها، ذات قوام يهبل والبنه بزاف بنينه كما راكم تشوفوا فيها. شوفوا البنات القوام تاع الكريمه تاعنا يجينا ثقيل، يعني باش كي نديموليو التحليه تاعنا تقعد واقفه وشاده روحها كما راكم تشوفوا، بلا جيلاتين بلا والو. هنا سي بون كملت عمليه الخلط، يعني الباتور ولا البيترا سي بون ما نستعملوهش. هنا نجي نحيه. وهنا حبيباتي بعد ما الكيكه تاعنا شربت لنا كميه تاع شكون ديال الشوكولي درناها، نحيت لها كيما راكم تشوفوا الفيلم البابي كويسون والبابي الومنيوم، ودرتها ديريكتومون في هكايا تاع هاد البابي كارطون باش ديريكت نقدمها، يعني كي نديمو ليها حنقدمها مباشره. ونجو نهبطوا كميه الكريمه. هنا راني حنهبط كامل الكميه تاعي، فوالا. ونجو نمشو الكريمه تاعنا هكا على التحليه تاعنا، نسيو نابيو شويه هكا عليها باش كي نديموليوها التحليه تاعنا تجينا شابه، يعني ما يجي هذوك الطبقات ما يجوش متقاسمين. فوالا نسيو نابيو شويه عليها ونمشي الكريمه تاعنا بهذه الطريقه. او ميم طون رانا حنملسو لها الوجه تاعها هكا باسكو هو اللي حيكون فيه التزيين الاخير. حبيباتي راني خرجت التحليه من الفريجيدير بعد ما بردت لي تري بيان. هنا دخلت الموس وراني نسيي نديمو ليها هكا، يعني نفصل غير الجوانب على السيرسو تاعي باش كي نجي نطلعها ما يخسرش الشكل تاعها. هنا غير بالعقل هكا البنات نسيسوها برك باش ما نغيروا لهاش الشكل تاعها. هنا راني نجوز هكا الموس، فوالا سي بون، ونسيي نطلع السيرسو تاعي غير بالعقل. حبيباتي نجيب الموس نسيي نطراسيها غير هكايا باش نديرو لي باغ هذوك باش التزيين تاعنا يجينا ساهل. هنا مانيش نقسم، راني غير نرسم هكا في لي باغ تاعنا. فوالا كل وحده تقسمها كيما حبت وتزينها بنفس الطريقه اللي حبتها. حبيباتي عندي شويه تاع شوكولا كيما كتشوفوا اللي كنت ذوبتها، وعندي شويه تاع الكراميل اللي راني حندير بهم تزيين هكايا. وكما قلت لكم البنات التزيين يقعد اختياري، يعني كل وحده تزينها بالطريقه اللي حبت وتحط اللمسه تاعها. كما دائما نقول لكم ماشي شرط تتقيدوا بنفس التزيين اللي راني نديرو انا، يعني كل وحده تزين كيما حبت. فوالا وسمحوا لي لا كنت تسمعوا صوت الدراري يعيطوا، راكم تعرفوا الخدمه مع الدراري كي اكو كامل تعرفوها. هنا حبيباتي درت هاد لاباغ اللي فيها شوكولا، دوك وحده اللي قدامها نديرها بالكراميل وهي رايحه، ودوك هنا الحبه اللي قدامها نديرها بالكراميل وهي رايحه حتى نكملوا كامل التزيين تاعنا. فوالا بهذه الطريقه ونكملها هكا شويه تزيين خفيف ظريف البنات، ونعاودوا نتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم. فوالا حبيباتي التحيه تاعنا ها اليوم كيما راكم تشوفوا، ولا ديسباسيتو تاعنا راهي واجده. هاوليك الشكل تاعها النهائي كيما راكم تشوفوا فيه بعد التزيين اللي درناه لها. هنا كنت درت هكا براج تاع الفريزه، وحبيبه تاع شوكولا كنت قسمتها هكا مرصويات صغار مع رشه تاع الكاوكاو كيما راكم تشوفوا. وهذا هو التزيين تاعها النهائي كيما راهي موضحه معكم خياتي في الفيديو. تجي بزاف بنينه مع الشكل تاعها يجي متحوف. واش نقول لكم هكا حبيباتي، هادو من التحليات الساهلين اللي نحبوهم في رمضان، هكا نحطوهم في طاوله سهرات رمضان اللي يحمروا الوجه والبنه مضمونه. حبيباتي كيما شفتوا هذيك الكريمه مخدومه بالبتي سويس بالشوكولا، اكيد ومؤكد حتجينا بنينه. وهذا هو الشكل النهائي تاعها كيما موضحه معكم خياتي في الفيديو. هنا نسيي نقرب لكم الصوره باش تكون واضحه معكم. والتزيين كالعاده كل وحده تحط اللمسه تاعها وتحط هذيك لاتوش سبيسيال اللي كامل العائله تاعها تحبها. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفون نجي نقسم معكم مرسو
المورسو باش نشوفوها كيفاش تجي من الداخل. كيما قلت لكم حبيباتي هاد الكريمه راح تقعد شاده روحها بلا جيلاتين بلا والو، ميم كي نقسموا لي باغ حيقعدوا شادين روحهم، يعني ماش حيتغير الشكل تاعهم. شوفوا البنات هذيك الطراوه الكريمه تاعنا تقعد شاده روحها سيرتو لا خليتوها تبرد، يعني الشرط في هذه الوصفه ولا في هذه التحليه لازم تخليها تبرد تري بيان باش تشد روحها. شوفوا البنات الطراوه مع هذيك الكيكه التحتانيه تجي مشربه تري بيان، يعني واش نقول لكم تتبلع وحدها. هنا نرفد معكم هكا اون باغ باش تشوفوها كيفاش تجي. هاي لك حبيباتي لاباغ كيفاش تجي، كيما قلت لكم تقعد على قنيها. هذيك الكريمه ما تجي مهابطه ما تجي سايله ما والو، سيرتو لا طحتو في شونتيي نوعيه مليحه. هاي لك حبيباتي هنا نقرب لكم الصوره باش تكون واضحه معكم. نحطها في طبيسي هكا باش نقسمها ونشوفوها كيفاش يجي القوام تاعها. يا سلام شهيتكم في الجنه حبيبات قلبي. هنا نجي نقسم معكم المورسو باش تشوفوا الكريمه والكيكه تاعنا كيفاش تجي مشربه. وهنا حبيباتي شوفوا الكيكه كيفاش تجي طالعه. وهاد الكريمه حبيباتي ماشي كامل من الجو هذيك اللي تقهم ولا حلوه بزاف تجي بزاف هايله بزاف خفيفه، يعني تاكلي وما تشبعيش. هادو من التحليات اللي نحتاجوهم في رمضان، اللي يكونوا ساهلين بسيطين ويجوا كيما نقولوا حنايا متقونين في الخدمه. هنا حبيباتي نكون وصلت لافان تاع لا فيديو. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واللي دخلوا معنا اول مره للقناه نقول لكم ما تنساوش اختكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما عليا غير نقول حبيبات قلبي غاستي برونشي بروغرام رمضان كيما قلت لكم مازالو جاي مع التحليات مع مشروبات مع اطباق اقتصاديه وتجي ولا اروع. وهنا ما عليا غير نقول حبيباتي كالعاده دمتم في امان الله.